السلام عليكم ورحمة الله، صباح الفل والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى عندنا عزومة وانا صحيت من بدري كده علشان احضر شوية حاجات. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهاردة بقى انا عازمة حماتي واخت جوزي وولادها وكمان سلفتي. عملت عزومة بسيطة جدا، عايزاكم تشوفوها وتقولي رأيكم علشان انا خدت كلام بسبب الاكل ده، ان هو قليل وان هو مش حلو وان هو مش عارفة ايه، والاصناف دي مش ما تنفعش، لازم كنت اعمل كذا وكذا وكده. فانا عايزاكم تشوفوا الفيديو وتحكموا كده بما يرضي الله وتقولوا لي هل انا فعلا الاكل اللي انا عاملاه ده قليل ولا ايه، علشان كمان في ناس جت وانا ما كنتش عامله حسابي ان هم جايين. اول حاجه انا شوحت لحمه زي ما شفتوني كده، ودلوقتي بقى جبت شويه خضار كده وهفرمهم في الكبه، بصل وفلفل رومي وطماطم وجزر. فرمت البصل وركنته على جنب، ودلوقتي هفرم فلفل رومي كده وكام جزرايه علشان هعمل عصاج لحمة مفرومة. هعمل العصاج بطريقة حلوة جدا جدا، هيعجبكم اوي ان شاء الله. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لسه موجودين معايا في الفيديو، اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، بس فعلوا جرس الاشعارات على الكل. اعملوا لايكات كتير اوي للفيديو بالله عليكم يا بنات، ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. دلوقتي حطيت كمية حلوة من البصل كده، وهعصج بقى اللحمة المفرومة بالشكل ده. اتريقوا عليا وقعدوا يقولولي ان الاكل قليل ومش حلو، وانا عايزاكم تجربوا وتحكموا بنفسكم وتشوفوا كمان هل الاكل ده قليل ولا لا. حطيت ملح وفلفل على اللحمة وقرفة وجنزبيل. عايزة اقول لكم القرفة والجنزبيل بيودوها في حتة تانية وبتبقى طعمها تحفة جدا. حطيت هنا جزر مبشور بقى اللي انا فرمته في الكبة مع الفلفل الرومي كده. تمام، واقلب كويس. دلوقتي هنزل بطماطميتين 3 كده برضو ضربتهم في الكبة كده. العصاج بتاعي كده ايه، مش هحط عليه اي حاجة تاني خلاص كده زي الفل. اسيبه بقى لحد ما يستوي كده. دلوقتي بقى رحت هنا للحمة علشان اشوفها، شلت طبعا كل الريم اللي طلع عليها، ودلوقتي هحط لها شوية منكهات كده. حطيت بصل وحطيت كام فص ثوم وحطيت ورق لوري وفلفل اسود. دلوقتي معايا جبنة رومي هنا انا جايباها على بعض، هبشرها بقى في المبشرة بتاعة الكبة دي. عايزة اقول لكم المبشرة حلوة جدا جدا، بشرة الجبنة تحفة. وكمان تبشري جزر، تبشري خيار، طماطم، بصل، بطاطس، اي حاجة عايزة تبشريها. بجد نتيجة حلوة جدا ما شاء الله عليها، تحفة الله اكبر بجد ما شاء الله. لو لسه عروسة وبتجهزي انصحك بالمحضر ده، تحفة جدا. والميزة بتاعته كمان يا بنات ان هو ايه، ليه قاعدتين مش قاعدة واحدة، علشان الناس اللي بتشتكي ايه مبتحبش تجيب يعني علشان موتور واحد وكده. سلقت بقى المكرونة وهعمل هنا البشاميل. 5 معالق من دقيق، 6 معالق اسفة او اكتر على حسب يعني لو بتحبي البشاميل زيادة. عشان انا عاملة هنا كيسين من المكرونة. حطيت عليهم 6 معالق من الزبدة، نزلت بمكعب من المرقة وهحمص الدقيق كويس، وانزل عليه بقى باللبن. ال4 معالق دقيق بياخدوا كيلو لبن، هنا حطيت كيلو ونص من اللبن. تمام، هحط رشة ملح كده وفلفل. طبعا كنت حاطة مكعب من المرقة. عايزاكم بقى تقولوا رأيكم في الأكل بالله عليكم كده، حلو ولا مش حلو، هل هو قليل فعلا ولا ايه. وحطيت معلقتين قشطة حلوين كده. عايزة اقول لكم البشاميل طعمه يجنن والله يا بنات، الأكل كان تحفة. حطيت له كمان شوية جبنة رومي حلوين كده محترمين، بيدوا طعم حلو برضو البشاميل. بصوا انا اصلا ايه، كانت الحاجات دي متوفرة عندي يعني في البيت، وبصراحة انا معايا بيبي وعندي ورايا حاجات كتير، والعزومة جت على فجأة يا بنات. وجوزي قال لي عادي دول مش غربة وكده، واعملي من اللي موجود عندك. تمام، فانا عملت يعني، حسيت ان قلت احنا عيلة في بعض وكده. لكن اتريقوا عليا بقى، اخت جوزي قعدت تقول لي ايه اللي انت عاملاه ده ومش عارفه ايه. وجوزها جه وانا ما كنتش عارفه ان هو جاي بصراحه، انا كنت عامله حسابي ان هي والولاد بس اللي جايين. دلوقتي بقى هعمل صينيه رقاق. هنا حطيت لبن، وعايزه اقول لكم التشريبه للرقاق دي تحفه، لما بتضيفي لبن مع الشوربه كده بيبقى يجنن.
هرص بقى صينية الرقاق كده. لو وصلتي لحد هنا يا قمر بالله عليكي ما تنسيش تحطي لايك كده وتصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هرص بقى الرقاق كده، بس في الغلطة الوحيدة اللي انا عملتها في العزومة كلها ان انا رصيت الرقاق في الصينية دي. بصراحة الرقاق كان كبير جدا وما كانش عندي الصينية المقاس ده، يعني عندي طبعا بس مش مدورين، يعني المقاسات الكبيرة عندي اللي هي ايه المستطيلة. الرقاق طلع كبير المرة دي، يعني كل مرة بجيبه بيطلع يعني مظبوط او اكبر سنة، لكن المرة دي يعني حاولت اقسمه كده. الصينية اللي بتتفتح دي بصراحة لزق فيها الرقاق وكانت حوسة، بس حاولت على قد ما اقدر. هتلاقوني في اخر الفيديو حتى قلبت الرقاق في صينية تانية. هرصت بقى كده صينية الرقاق. دخلت بقى صينية الرقاق الفرن. هنا هعمل حبة رز معمر كده حلوين. حطيت اللبن بتاعي وحطيت السمنة. انا بحط على نص كيلو الرز كيلو من اللبن. انا مش بحب احط مية خالص على دي طريقة امي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ما بتحطش مية على الرز المعمر نهائي. تمام. وحطيت كمان شوية زيت بيخلوه مفلفل كده ومش معجن. نزلت بالرز بقى. انا بسيبه شوية على النار يتشرب شوية من اللبن بقى والقشطة والسمنة البلدي او سمنة عادية او زبدة مع شوية زيت. عايزة اقول لكم بيبقى رهيب. عايزاكم تجربوا الرز المعمر بالطريقة دي تحفة جدا. وعلشان الوش بتاعه ما ينشفش منكم انا بحطه على الشواية الاول يا بنات ياخد لون، وبعد كده بطفي الشواية وبسيبه على نفس الرف وبحطه وبشغل الفرن بقى من تحت. الطريقة دي بتخليه ما ينشفش خالص، لكن في ناس كتير بتحطه في الفرن على طول فبالتالي الوش بينشف. هنا بقى هعمل صينية فراخ كده بالبطاطس تجنن. هنا ده بصل مفروم ناعم مع فلفل اخضر رومي كده، حابة تحطي حامي وفلفل وملح ومكعب من المرقة. ما بحبش اضيف توابل كتير على صينية البطاطس لاني بحس بصراحة ان هي بتغير طعمها، يعني بكتفي بمكعب المرقة بس مع الملح والفلفل. عايزة اقول لكم لما بتدعكي الفراخ كده ايا كانت الطريقة اللي هتعمليها بيها، لما بتدعكيها ببصل كده وملح وفلفل بقى وعصير ليمون، عايزة اقول لكم بتبقى ريحتها حلوة جدا مفيش اي زفارة، طعمها تحفة. استخدموا الزنجبيل يا بنات او الجنزبيل زي ما بتقولوا في غسيل الفراخ. عايزة اقول لكم سحر سحر بجد، بيخلي ريحتها تحفة. مفيش زفارة نهائي، وداعا للزفارة فعلا بتخلي ريحتها تجنن. هحط بقى شوية سمنة حلوين كده. في ناس يعني هتقولي انتي بتكتري سمنة كده، بصراحة الاكل الدسم ده لا يعلى عليه المصري الاصيل بتاعنا ده بجد يعني. هنا هحط كام معلقة قشطة كده على وش الرز المعمر وهبدأ بقى احطه تحت الشواية. عايزة اقول لكم بياخد لون كده وش طري كده تحفة 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 بجد. الرز المعمر بالطريقة دي بطريقة امي حلو جدا. وصينية البطاطس دي بقى بصراحة على طريقة حماتي حلوة جدا، ربنا يديهم الصحة برضه. يعني كل واحد طبعا وليه طريقته في الاكل. ما يمكنش برضو ان انا ضايفة تريكات على صينية الرز المعمر وكده. صينية المكرونة بصوا تجنن. صينية المكرونة دي بقى دي طريقتي انا بحب البشاميل فيها كتير، بحبها جوسي كده وطرية بصراحة. لكن طبعا لما بيكون عندي حد بصراحة بحب اقدمها خرط كده علشان شكلها يبقى حلو، بس ما بستناش لحد ما تبرد قوي قوي يعني، على حسب. يعني انا عندي برضك هما بيحبوها ايه خرط كده وماسكة نفسها، لكن انا بحبها جوسي. قولولي بقى مين بيحب المكرونة جوسي ولوسي كده وطرية ومليانة غرقانة في البشاميل والجبنة بقى. دلوقتي انا هنا مقطفة ملوخية بقى، بصراحة ما قدرتش اخرطها، هفرمها كده في الكبة وخلاص لاني بجد كنت هلكت جدا جدا. عايزة اقول لكم تعبت قوي بصراحة. قعدت من الصبح وانا بعمل في الاكل ده. هنا خرطت كده الملوخية او فرمتها في الكبة. عايزة اقول لكم فعلا الكبة دي عاملة زي المخرطة والله يا بنات، بسم الله ما شاء الله عليها في الملوخية في البشر وفي التقطيع وفي كل حاجة. نزلت هنا الملوخية بقى في الشوربة. انا بحط في الشوربة يا بنات ايه
بفرم قرن فلفل كده مع كام فص توم في الهون او في الكبة، يعني حسب ما تحب، بس الهون طبعا لا يعلى عليه، مع شوية كزبرة واضيفهم، ده غير الطشة. وبحط رشة سكر كده على الملوخية. شايفين بقى صينية البطاطس اهي خرجت برضو من الفرن، عايزة اقولكوا تجنن. طبعا في ناس هتقول انت عاملة فرخة واحدة، دي فرخة كبيرة يا جماعة، اللي هي الفرخة الأمهات دي، ومع ذلك برضو خدت تريقة يعني، بس هي كانت موجودة عندي وجوزي قال لي عادي مفيش مشكلة اعملي من الموجود. وطبعا انا عاملة لحمة برضو زي ما شفتوا كده، يعني مش عاملة الفرخة دي بس، انا كنت عاملة حسابي ان سلفتي جاية واخت جوزي واطفالهم وحماتي بس، يعني معرفش ان يعني كل واحدة قالت لي ان جوزها مش جاي وهو في الشغل، واتفاجئت بيهم، فطبعا كانت مفاجأة بالنسبة لي، وما كانش في وقت ان انا اعمل اي اصناف بصراحة اضافية تاني. كان عندي مانجا في الفريزر بقى، طلعت كيسين كده وبدأت حطيت عليهم المية والسكر وبدأت اضرب في الخلاط كده. مليت هنا ازازة كبيرة من اللي هي بتاعت الحاجة الساقعة دي، كانت فاضية يعني، قلت امليها واحطها في التلاجة، ومليت شفشق كمان علشان اقدمهم جنب الاكل. تعالوا بقى يلا كده معايا، تعالوا شوفوا الجمال بقى والعظمة، يلا بينا. ادي صينية الرقاق انا قلبتها هنا في صينية تانية، تمام، عشان بصراحة كانت ابتدت تلزق، انا طلعتها بالعافية، بس يلا الحمد لله. هي دي الوحيدة الحاجة اللي انا ما كنتش راضية عنها يعني في العزومة، هي طعمها تحفة بس الشكل ما كانش قوي. هنا دي اللحمة، انا لقيت الشوربة ابتدت تخلص، قلت زي ما انتوا عارفين بقى، رحت مفضية في حلة صغيرة كده، وغسلت الحلة الكبيرة لان طبعا خدت من الشوربة زودت بقى البطاطس شوية، وطبعا خدت للملوخية. قولولي بقى رأيكم في الأكل ايه. عايزة أقولكوا صينية المكرونة بجد تجنن، الملوخية حلوة قوي، الرز المعمر رهيب، صينية البطاطس بالفراخ تجنن. طبعا اللحمة المسلوقة عادي لكن طعمها برضو حلو، احنا سلقنا بطريقة حلوة جدا ما شاء الله يعني. وده كده الاكل بتاعنا. صينية الرقاق كان طعمها تحفة يا بنات، بس هو الشكل ما كانش حلو قوي لانها زي ما قلت لكم لزقت في الصينية، لان انا حطيت في الصينية اللي بتتفتح اللي هي بتاعت الكيكة. قولولي بقى رأيكم في الأصناف كده، احكموا كده بما يرضي الله، وقولولي الأكل حلو ولا قليل بصراحة. أنا عملت زي ما انتوا شايفين كده صينية بطاطس بالفراخ، فرخة ما شاء الله أكتر من 3 كيلو، وكمان صينية المكرونة بالبشاميل صينية كبيرة، وصينية رقاق، وصينية رز معمر كبيرة برضو، وكمان كنت سلقة 1.5 كيلو من اللحم. قولولي بقى ايه رأيكم في الفيديو.